ماذا يحدث إذا أسقطنا مطرقة تزن طنينا على خزينة تزن 600 رطل؟ قرر فريق هاو ريديكولوس اختبار مقاومة عدة أنواع من الخزائن لمعرفة أيها أكثر أمانا وجاهزا لتحمل أي نوع من الكسر. لكل خزنة مدمرة وعدوا بمضاعفة القيمة بدءا من 25 دولارا ثم القيام بعمل جيد. في الجولة الأولى قاموا بإعداد خزنة رقمية وتشغيل المفتاح، وسقطت المطرقة ببطء. كانت الخزنة مبعثرة مثل الفطائر، لذا قرروا التحدي بخزينة أكثر مقاومة، وخاصة الخزينة المقاومة للحريق. ورغم أنها كانت خزنة مقاومة للحريق، إلا أن هذه الخزينة لم تكن لديها أي فرصة في مواجهة المطرقة، حيث لم تبدأ الخزائن السابقة في الانهيار. فقرروا اختبار أكبر وأكثر خزينة مزورة، والتي يبلغ وزنها 150 كيلوغراما. في اللحظة التي تضرب فيها المطرقة الخزنة تبطئ سرعتها قليلا، لكن الدمار كان لا مفر منه. فهل تستطيع الخزنة القديمة التي يعود تاريخها إلى عام 1950 والتي تزن 500 كيلوغرام أن تقاوم الصدمة؟